نروح بقى للزنك اوروتيت، وده نوع من انواع الزنك المرتبط بالاوريتيك اسيد، وبيخليه مختلف عن انواع تانية زي الزنك سلفيت او جلوكونات. الحمض ده بيحسن امتصاص الزنك في الجسم بشكل اكبر، وده بيخليه اكثر فعاليه. ومن المميزات بتاعته ان هو عالي في الامتصاص، بما ان الزنك مربوط بحمض الاوريتيك، فالجسم بيقدر يمتصه بشكل اسرع وافضل. كمان بيوصل للخلايا بشكل افضل، وبيعتقد البعض انه بيوصل للانسجه والخلايا بشكل افضل مقارنه ببعض الانواع التانية. ومفيد جدا لصحه القلب. وبعض الدراسات اظهرت ان الزنك اوروتيت ليه تاثيرات ايجابيه على صحه القلب والجهاز الدوري، ومناسب للأشخاص اللي عندهم مشاكل في الامتصاص. فلو عندك مشكلة في امتصاص الزنك بسبب ظروف معينة، ده ممكن يكون خيار كويس. العيوب بتاعته طبعا إن هو بيكون سعره عالي، بيكون أغلى من الأنواع التانية زي الزنك سلفيت أو الجلوكونات، بيكون أقل شيوعا، مش منتشر خالص زي الأنواع التانية، فصعب تلاقيه أصلا. كمان محتاج متابعة طبية، بما إن الزنك أوروتيد بيوصل للخلايا بشكل أسرع، يبقى يفضل استخدامه تحت إشراف طبي بس. واشهر الاستخدامات بتاعته انه بيدعم المناعه زي الانواع التانية من زنك اوروتيت بيساعد في تقويه الجهاز المناعي. كمان دعم القلب والاوعيه الدمويه، وبيستخدمه البعض عشان يحسن صحه القلب ويعزز الدوره الدمويه. كمان بيوصف لعلاج نقص الزنك زي اي نوع زنك تاني يتم استخدامه لعلاج نقص الزنك في الجسم. واهم الاصناف اللي فيها الزنك اوروتيت هي السوانسون زنك اوروتيت.